ناس كتير بتشجع منتخب مصر، ودايما سمعنا عن حكايات وأساطير للمنتخب، وأجيال بتسلم أجيال، من جيل حسن شحاتة والخطيب لجيل حازم إمام وحسام حسن، والأهم جيل الثلاثية أبو تريكة والحضري، ومن بعدهم جيل صلاح اللي ربنا يكرمهم وياخدوا بطولة تتسطر في تاريخهم زي اللي قبلهم. طيب لو سألتك إيه أهم ماتش في تاريخ مصر؟ في ناس هتقول الكونغو اللي صعدنا بسببها لكاس العالم، وناس هتقول الجزائر في استاد القاهرة اللي كان قبل نكبة السودان بأيام، وناس كمان ممكن تقولك ماتش هولندا هو جون مجدي عبد الغني. بس سألت نفسك ايه هي حكاية منتخب مصر وايه هو اول ماتش للمنتخب؟ ما تتعبش نفسك، انا هقولك. مبدئيا الحكاية بدأت سنة 1920، وهنا اتجمع لأول مرة منتخب يلعب كورة اسمه المنتخب المصري، وكان رايح يلعب الأولمبيات في مدينة أنتويرب البلجيكية، وما كانش فيه كاس عالم بس كان فيه أولمبيات. وكمان كان المصريين أول منتخب في أفريقيا والشرق الأوسط يروح يلعب بره في الخارج، والسفر كان بالمركب، وعشان كده منتخب مصر وصل ولعب أول ماتش ليه. بس إيه هو بالظبط؟ هل هو منتخب نجوم مدينة أنتويرب ولا كان ماتش مين بالظبط؟ منتخب مصر لعب فعلا ماتش قدام فريق مكون من نجوم أنتويرب في أغسطس قبل بداية البطولة، وكمان الماتش خلص بنتيجة كبيرة وهي فوز منتخب مصر. ولكن الماتش ده كان بعد البطولة مش قبلها، وكان في ماتش تاني قبلها. أول ماتش رسمي لمنتخب مصر خسرت فيه من إيطاليا بهدفين مقابل هدف واحد، والماتش التاني كان قدام يوغوسلافيا وانتهت بفوز مصري ب4 أهداف مقابل هدفين. بس يا سيدي مش ده المهم، المهم هو ايه أول ماتش حقيقي للمنتخب؟ في 31 يوليو 1920 صحيفة إكسليزيور قالت خبر مهم قوي عنوانه فريق كرة القدم المصري في باريس، وكمان قالت إن المنتخب المصري هيلعب ماتش في نفس اليوم على ملعب ريد ستار في منطقة سانت أوين قدام منتخب من نجوم العاصمة باريس، ومن غير لعيبة منتخب فرنسا اللي كان سافر لبلجيكا أصلا عشان يلعب الأولمبيات. وفي تاني يوم الجرايد قالت إن المنتخب المصري عمل ماتش عالمي وفاز 3-0، وجاب الأجوان حسين والحسن وكابتن الفريق حسين حجازي. وكمان وصفت الجرايد منتخب مصر بإنه سريع وقوي وعنده قوة بدنية، وإنه كسب على الرغم إنهم مش بيلعبوا في المطر. وهنا لازم نقف ونحترم الناس اللي خلتنا بقالنا أكتر من 100 سنة بنشجع كورة، الناس اللي عملت أول منتخب لمصر وسافرت ولعبت وعملت اسم منتخب مصر اللي خلى أدغال أفريقيا تخاف من فريق الفراعنة. والمنتخب ده بعد ما تعب في أيام السفر لفرنسا قرر ياخد أجازة مكونة من 3 أيام هناك، وبعدها يسافر بلجيكا عشان يشارك في الأولمبيات في رحلة ما حققش فيها نجاح فعلي، بس كونت منتخب مصر للمرة الأولى. وعشان كده